خلاص دلوقتي رسمي اللاعب كريم بنزيما في الدوري السعودي مع نادي الاتحاد. عندنا مودريتش، بوسكيتس، راموس، أداما تراوري، وكانتي، وفيرمينيو، ودي ماريا، وزاها، واحتمال كبير ياسين بونو، واحتمال كبير اللاعب ايدن هازارد. السلام عليكم، انا كابتن عبد الرحمن ابو خضر. لو انت اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس. موضوع النهارده عن اللعيبه اللي تم فسخ عقودها مع الانديه بتاعتها، او اللعيبه اللي العقد بتاعها خلص وبقى فري دلوقتي ويقدر يروح لاي نادي تاني في الميركاتو الصيفي اللي احنا هنبداه الفتره اللي جايه. طبعا كلنا شايفين الدوري السعودي الفتره اللي فاتت. الدوري السعودي دلوقتي من اقوى الدوريات في المنطقه العربيه او منطقه الخليج. انا مبسوط ان بقى عندنا في المنطقه العربيه او في الخليج دوري بقى قوي. دلوقتي احنا شايفين كميه اللعيبه الكبيره اللي بقت كلها ما بتخلص عقودها او بتيجي قبل ما تعتزل بموسم او اتنين بتروح للدوري السعودي. زمان كنا نشوف اللاعب يخلص العقد بتاعه او يبدا بقى ان هو خلاص كبر في السن وهيعتزل، بنبدا نشوفه بيتجه للدوري الامريكي. دلوقتي الموضوع بقى مختلف تماما، وبنشوف لعيبه مش كبيره في السن ولسه قدامها وقت ولسه تقدر تدي في الملعب كمان، بنشوفها تنتقل للدوري السعودي. كل الاسامي اللي فاتت اللي احنا قلناها ديت اسمهم مرتبط بالدوري السعودي، وفي لعيبه كمان اسمها مرتبط بالدوري السعودي بس الخبر مش مؤكد. دلوقتي احنا لو جينا اتكلمنا عن الدوري السعودي اللي هو اسمه الموسم اللي انتهى ده بدوري روشن. روشن هي شركة تنمية عقارية تقريبا. غيرت اسم الدوري او عملت استثمار في الدوري، ودفعت 480 مليون ريال لرابطة الأندية المحترفة في السعودية. دلوقتي الرقم ده احتمال يزيد الموسم الجديد. ده غير ان انا عايز اعرفك ان ايرادات الدوري السعودي حوالي 3 مليار ريال سعودي. ده بالنسبه لايرادات الدوري السعودي. طبعا الفتره الاخيره كان في حديث صحفي تم مع اللاعب كريستيانو رونالدو. اللاعب قال ان الفتره اللي جايه هيكون الدوري السعودي ضمن اكبر او ضمن اقوى 5 دوريات في العالم. على العلم ان المذيعه لما كانت بتسال اللاعب كريستيانو رونالدو عن ايه رايك في البنيه التحتيه او مراكز التدريب في الانديه او المكان عموما المخصص للعيبه في الانديه، هو قال ان في حاجات محتاجه تطوير وفي حاجات المستوى فيها مش اعلى حاجه. على الرغم من ان هو واحد واخد ملايين كان ممكن يطلع يقول لا ده الدوري جامد او المؤسسات في الانديه او البنيه التحتيه قويه جدا. لا، هو طلع قال ان النادي او بعض الانديه محتاجه تطوير. بس من نفسه لما كان مع الصحفيه قال ان الدوري السعودي هيكون من ضمن اقوى 5 دوريات في العالم. انا عايز اقول لك دلوقتي انت عشان تقدر تتفرج على الدوري السعودي انت لازم تكون عامل اشتراك تبع القنوات اللي بتنقل الدوري السعودي. الدوري السعودي دلوقتي مشفر في قنوات معينه هي اللي بتنقله بس. فاحنا دلوقتي قدام دوري فعلا قوي، في استثمار، في دراسه تمت في الدوري السعودي. احنا دلوقتي هنشوف اللعيبه الكبيره جدا، مش شرط اللعيبه اللي هي خلاص فاضل لها موسم واتنين وكان اسم كبير في الكوره وهيبدا يعتزل. لا، احنا دلوقتي هنشوف لعيبه اساميها كبير بتبدا تنتقل للدوري السعودي. وده طبعا كله بعد ما حصل ان اللاعب كريستيانو رونالدو انضم لنادي النصر. على العلم يا صديقي ان اللعيبه من دول بقى بيجروا ورا الترند. كله دلوقتي بقى شايف ان الدوري السعودي ترند وان انت لو رحت هناك اسمك هينتشر، خصوصا ان الجمهور في المنطقه العربيه او في الخليج او في الوطن العربي عموما بيتم او بيفضل على وسائل التواصل عنده ان يفضل يتكلم عن اللعيبه او الاخبار اللي بتخص الانديه او اللعيبه الكبيره اللي انتقلت في المنطقه العربيه بالاخص في الدوري السعودي. فانا بقول لك الدوري السعودي محتاج اكتر من فيديو، بس كل اللي اقدر اقول لك عليه ان انا كراجل عربي فخور جدا باللي الدوري السعودي بيقدمه. فعلا الدوري السعودي الفترة اللي جاية، وده وجهة نظري، ممكن أكون صح ممكن أكون غلط، بس أنا شايف إن فعلا الدوري السعودي هيكون من أقوى الدوريات اللي موجودة في العالم وفي الوطن العربي. طبعا مش عايزين ننسى إن في لعيبة اسمها ارتبط بالدوري السعودي وبرضه بالدوري الإنجليزي. عندنا اللاعب هاري كين اسمه مرتبط بالدوري السعودي والأسباني وكمان الدوري الإنجليزي إن هو يروح مانشستر يونايتد. طبعا نادي جالاتا سراي تقريبا حسم لقب الدوري. كان المهاجم الارجنتيني ايكاردي لما مشي راح الدوري التركي. كله قال ان خلاص اللاعب ده انتهى وان هو كده نفى نفسه وراح مكان بعيد. اللاعب هداف الفرقه وساعد كتير في ان هو يقدر يخلص ماتشات لصالح نادي جالاتا سراي.
وكمان هيتوج بالدوري. وهو اسم الوكيل بتاع اللاعب انا مش فاكره، بس هم بيقولوا ان هي حد صعب، وصعب ان حد يتفاوض معاها. بس احنا سهل جدا نشوف الفتره اللي جايه ايكاردي يرجع لدوري من التوب فايف في اوروبا. ده كان موضوع النهارده. اتمنى لو وصلت معايا لاخر الفيديو تعمل اشتراك في القناه، وتعمل لايك للفيديو وتفعل زر الجرس، ونتقابل في الفيديوهات الجايه. سلام.